وودعت مبكرا منذ تصفيات المرحلة الثالثة، وتركت بطاقة الوصول إلى المرحلة النهائية لمنتخبي كوريا الجنوبية والمنتخب اللبناني. كرة ملعوبة في منطقة الله، هدف أول من السهلاوي بالسهل الممتنع في اللقطة الماضية. محمد يضع الكرة في شباك نواف ويعلن التقدم لمصلحة المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء، بكرة رأسية في غاية الروعة وضعها على يسار نواف الخالدي وسجل أولا للأخضر. دربك خضر يا السهلاوي، دربك خضر يا السهلاوي في اللقطة الماضية، وصل بكرة رأسية وضع جوران في حيرة الآن. شوف الكرة الماضية من اللي لعب الكرة العرضية، يا سلام يا الله يا الله يا الله على الكرة الماضية، على المحاولة الماضية. رأسية ملعوبة من السهلاوي بعد عرضية من عبد المجيد الرويلي. الرويلي يضع الكرة على رأس السهلاوي لاعب الشباب. شوف اللقطة الماضية، شوف عبد المجيد، يا سلام، يا مثالية جدا، رائعة جدا. كأس العالم بالمناسبة فلسطين تشترك في البطولة المرة الرابعة بين المهنة السعودية، تبحث عن الهدف الثاني، ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة المنتخب السعودي والحمراء تظهر، تزداد المصاعب في تشكيلة الأزرق. شوف اللقطة الماضية، مرور وتقدم والعرقلة لعبد المجيد الرويلي من عامر المعتوق في اللقطة الماضية، والآن يتصدى من أجل أن يضع الأخضر على أعتاب الدور القادم، على أعتاب الدور نصف النهائي. الخالدي في المرمى بخبرة السنين في مواجهة تاهبي والتوهجي والشباب. عيسى يحطها في الشبكة، جول. حبتك يا ابن الحلال، حبتك يا عيسى في اللقطة الماضية. عادت إلى المحياني بالقدم اليسرى، في المرة الأولى باليمين مركبت، في المرة الثانية بالشمال في شباك الحارس نواف. يعني كما يحدث في اللقطة الماضية وليد علي من لاعبين الخبرة واللاعبين المتمكنين في تشكيلة المنتخب الكويتي، لم يكن أي داعي من أجل احتجاز. كرة فيها محاولة للهدف، يا سلام يا عيسى، هدف ثالث للأخضر السعودي، وحذاري من التاريخية يا كويت، الكبير لفريق على حساب الآخر، لكن المحياني على يمين حارس المرمى الخالدي. شوف اللمس، يا سلام السهلاوي، المحياني وصل، يا محياني، يا محياني. شوف الكرة متبادلة، موسيقى يعزف الأخضر السعودي سيمفونية الإبداع والتألق هنا في استادي أو في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية. المحاولة في الجهة اليسرى، كرة عرضية تصطد، تعود المحاولة مرة ثانية إلى منطقة الجزاء، رأسية إلى هدف رابع. السهلاوي يسجل الهدف الرابع الآن، ويسجل أكبر نتيجة تاريخية في لقاءات المنتخب السعودي بالمنتخب الكويتي. الآن ابتسم ريكارد، ولأنه لا يبتسم إلا للتاريخ، يبتسم في اللقطة الماضية. السهلاوي يضع الكرة في شباك الخالدي ويسجل الهدف الرابع لمصلحة الأخضر السعودي. تاريخية الأزرق، تاريخية الأزرق، رباعية نظيفة للسعودية، أكبر نتيجة للمنتخب السعودي في شباك المنتخب الكويتي في تاريخ المواجهات. وتتساوى السعودية الآن لأن الكويت انتصرت على السعودية برباعية في كأس الخليج.